بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة عملنا طعمية كده بطريقة جميلة وسهلة جدا تعمليها ببيتك لسحور رمضان. كل ألف سنة وانتوا طيبين. طبعا زي ما انتوا عارفين رمضان خلاص، كل ألف سنة وانتوا طيبين، فاضل عليها أيام. حبينا نعمل كده مع بعض طريقة الطعمية بكل بساطة في البيت وبكل سهولة. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشرفيني كده وتحطي لي اللايك وتعملي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من أي بلد. يلا نشوف الجمال والحلاوة ده عملناه ازاي. عملناه بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وهتعملها في البيت وكل المقادير بتاعتها موجودة عندك في البيت. عملنا منها الكبيرة وعملنا منها الصغيرة. طبعا الكبيرة بكسرها معاكم بوريها لكم اهي، تبقى لكم من جوه كده هي مستوية وجميلة وما شاء الله عليها. ما خدتش اي وقت في التحمير ولا اي مجهود. وعملنا منها الصغيرة، عملناها بالسمسم الكبيرة والصغيرة بطريقة جميلة جدا وبنفس المقادير. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني كده وتنوريني وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد، واعملي الطريقة دي معايا وهتعجبك بإذن الله. اول حاجة بقى ايه، جبنا الفول بتاعنا كده، بليته من بالليل في مية. هتنزلي بالنص كيلو فول، ده كان نص كيلو فول. نزلت بيه كده في حلة وحطيت عليها مية، غطيت الفول وسبته للصبح. وصل معانا للنتيجة ديت. جبت بقى بصلتين وسط كده، للنص كيلو بصلتين، ومجموعة من التوم، وعود خضرة محشي، وكان عندي كرات بشوشة خدت منه عود وقطعته نصين كده وغسلته. لو عندك انت كرات من المصري اعملي بيه، مفيش حاجة هتوقفنا بإذن الله. الموجود عندك اعملي بيه. ما عندكش كرات خالص وعندك خضرة محشي بس، اعملي بيها اللي هي خضرة المحشي والكزبرة او البقدونس. قطعنا كل المكونات كده وظبطناها وحطيناها على ايه، على الفول بتاعنا. هنقلبها بقى كده ايه، تقليبه كويسة كده مع بعضها في قلب بعضها. وطبعا لما تيجي تضربي الطعمية ما تحطيش عليها ملح ولا تحطي عليها توابل. انت كده هتاخديها، تاخديها تعمليها زي ما هي كده، ايه، والكيس اللي هتطلعيه من الفريزر هتسيبيه يفك وهتحط عليه المكونات بتاعته. ساعة ما تيجي تعمليها الملح والتوابل والبيكنج باودر او الكربوناتو او البيض، يعني بصي انت بتعملي ثلاث حاجات موجودين معاكي، كربوناتو ماشي، بيكنج باودر ماشي، بيضة ماشي بدل الحاجات ديت. اي حاجة عندك موجودة عندك هتغني عن التانية. طبعا انا هعمل الطعميه بتاعتنا ديت في شفشق الخلاط، لان السكينه بتاعت الكبه بتاعتي مكسوره، بس باذن الله هصلحها واجيب السكينه، لان بصراحه طريقه الخلاط جميله وكل حاجه، بس عايزه صبر وعايزه وقت. هتنزلي بكميه بسيطه كده في الخلاط بتاعنا وتزوديها ربع كوبايه ميه وتضربيها ضربه كويسه، وتجيبي المصفى دي او اي مصفى عندك وتحطي فيها عجينة الطعمية، عشان المية اللي احنا حطيناها تسيبيها تتصفى خالص نص ساعة على ما تتصفى كده، وبعدين تاخديها تكيسيها، علشان ما ينفعش تاخديها كده بميتها تعينها في الفريزر. هتيجي بقى تحمريها تلاقيها بتفرتفت منك كده، تبقى فتفت كده في الزيت. طبعا لو عندك كبة هتغنيكي خالص عن الخلاط، عندك مفرمة هتغنيكي كمان عن الخلاط، بس انا بوريكي ان مفيش حاجة باذن الله هتوقفنا ان احنا نعملها في شفشق الخلاط لو انت ما عندكيش الحاجات دي. بس بصراحة متعبة الطريقة في شفشق الخلاط. عايزاكي ان انت بقى تصبري. انما الكبة بتعمليهم على مرتين، النص كيلو بتعمليه على مرتين. يا ريت لو هتعملي زي في شفشق الخلاط ما تبقيش تعملي نص كيلو، اعملي ربع كيلو بس علشان ما ياخدش منك وقت كتير ويبهدلك. خلاص خلصنا كمية الطعمية. جبنا بقى خدنا منها كمية بسيطة كده ان انا احمرها لاولادي اللي انا حمرتها في اول الفيديو. جبت معلقة كده توابل عندي مشكلة كده، حط عليها كزبرة ناشفة وحط عليها 7 بهارات وملح وكمون وشطة. دي الحاجات دي انا عاملاها عندي في البيت، بحطها على البطاطس المحمرة او الطعمية
او فراخ محمره برش منها. وخدت حاجه بسيطه من كيس البيكنج باودر، ونزلت تاني بنص معلقه كزبره ناشفه كمان. وهقلبهم تقليبه حلوه كده، وبإدوق الملح بتاعها علشان لو كانت عدبه تزودها ملح. وزي ما قلت لكم هتحفظي الطعميه في التلاجة في الفريزر، تعينيها من غير ملح ولا توابل عشان ما تسودش منك وتبوظ. خلاص بقى ايه، جبت قطعه من الطعميه وظبطتها كده، عملتها طعمية كبيرة وحلوة كده، واخدت من السمسم بتاعنا وبقيت ايه احط على وشها كده، وهننزل بها في الزيت كده. بقى كنت انا حطيت واحدة في الزيت قبل ما اطلع معاكم. شوفوا طالعة جميلة هيت، ما شاء الله عليها. الطعمية كبيرة وحلوة وبتعمل معاكي كتير. يعني ديت الحتة العجينة اللي انا خدتها من النص كيلو كانت حتة بسيطة جدا، ما كانتش كتيرة، يعني انني خدت العجينة كلها. وشوفي عملت معانا قد ايه، عملت لي 4 اكياس غير دي. النص كيلو عمل لي 4 اكياس غير دي. بس بصراحة انا نسيت اصور لكم الاكياس بعد ما عبيتها. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم فيديو جديد. وانا بقول لكم بالصراحة وبكل حاجة بتحصل معايا، فعلا هي عمايل الخلاط كويسة، بس متعبة شوية، ان انتي بتاخد منك وقت وايه ومجهود، ان انتي بتفضلي كل شوية تفتحي الخلاط وتنزلي الحاجات اللي طايرة كده ايه على اجناب. اشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.